يا مساء الفل، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا ليا كتير ما صورتش حاجه. النهارده كنت داخله المطبخ اطبخ فاصوليا، فقلت اصور بقى الفاصوليا، فرحت مصوره كمان الرز والفراخ. بس الفراخ مش مصورها من اولها، وزي ما انتم شايفين كده شكلها طالع جميل جدا. اسمعوا بقى الصوت. ده صوت القرمشه بتاعتها، طالعه مقرمشه وجميله جدا. اول حاجه الفاصوليا مغسوله ومتقطعه، وعندي ميه على النار بتغلي، وحطيت الفاصوليا هديها غلوة واحدة بس وهنطفي عليها. وعلى العين التانية في حلة تاني حمرت شوية شعرية، حطيت زيت على سمنة كده. انا حطيت الشعرية، وعندي كنت غاسلة الرز ومجهزاه. وفي خطوة هعملها في الرز خلي بالكم منها، يا ريت تجربوها، بتدي طعم حلو وريحة جميلة جدا جدا للرز. انا فضيت اهو الرز، وهديله تقليبة واحط معاه ملح وفلفل، مش هحط اكتر من كده. بالنسبة للبهارات هو ملح وفلفل بس. عندي بقى انا هطبخ فاصوليا، فمجهزة البصل جنب مني متقطع. هاخد منه معلقة مليانة، معلقة كبيرة مليانة، بتحطيها وتقلبيها مع الرز كأنك حطيتي ماجي، واحلى كمان بجد، طعمها جميل جدا جدا، وطبعا حاجة صحية عن الماجي والكلام ده. تمام. انا هو حطيت الملح مبهر بفلفل، وبحط معاه معلقة البصل اهي، معلقة واحدة خدتها من الطبق اللي جنبي وحطيتها على الرز. معلش بقى التصوير هتحسوا ان الكاميرا مهزوزة شوية، لان الستاند مش معايا، في مشكلة يعني. خلاص انا قلبت الرز مع البصل مع الملح والفلفل والشعرية، وهنفضي بقى المية اللي بتغلي. الرز بتغطيه فوق منه كده ب2 سنتي، وتغطي الحلة وتسيبيه يغلي على نار عالية. اول ما يتشرب بتوطي عليه وتسيبيه على نار هادية جدا جدا، 10 دقايق كده ولا حاجة، وبتطفي عليه. تمام. والفاصوليا غلوة واحدة اهي، وعملت الرز خلاص غلوة واحدة، وهروح اصفيها واديها شطفة سريعة كده. الخطوة دي انا بحب اعملها. في ناس بتطبخ الفاصوليا من غير ما تغليها اول مرة كده في مية، انا بحب ارمي مية اول غلوة في الفاصوليا، بتنزل منها ريحة كده وطعم مش مستحب يعني، فلما بتديها غلوة في المية وترميها بتكون طعمها احلى بكتير. خلاص انا صفيت في نفس الحلة بقى، صفينا الفاصوليا وشطفناها في نفس الحلة، حطيت سمنة على زيت، وهحط البصل اللي انتوا شفتوه في الطبق هحمرهم. يا دوب بس ياخدوا لون ذهبي خفيف كده وخلاص. وعندي كنت عصرة شفشق طماطم حوالي كيلو، والفاصوليا دي كانت حوالي كيلو، والبصل بصلاية كبيرة قوي كانت، والطماطم كانت حمرا ومسكرة جميلة جدا جدا. خلاص كده انا استكفيت باللون دوت في البصل، كان لون ذهبي خفيف كده، ونزلت عليهم بعصير الطماطم شفشق مليانة اهو، هو كيلو. اغطيها واسيبها بقى تتسبك، لا حطيت ملح ولا فلفل ولا اي حاجة ولا مرقة ولا اي حاجة. هنا كنت ببص على الرز لقيته خلاص كده كفاية استوى. كنت بدوق شفته لقيته استوى حلو جدا خلاص. والصلصة اهي بتغلي، هنزل بقى عليها بالفاصوليا الخضراء اللي انا سلقتها، اديتها غلوة واحدة بس يعني، ما هي طبعا ما اتسلقتش، يا دوبت ما استوتش يعني، هي غلوة واحدة بس وصفيناها. وبتحطيها في الصلصة شوية وهتلاقيها بدأت تغلي، وهزودها شوية مرقة من بتاعت الفراخ. آه، اهي شوية كده،
طبعا الصلصة التقل اللي انت عايزاه توصلي له وخلاص كفاية، لان هي كده هتاخد غلوتين تاني وخلاص. انا ما بحبش اسوي الخضار للنهاية، يعني يبقى استهارة كده، لا اخلي فيه ايه، قرشة كده شوية، بيكون حلو جدا. خلاص كده اهو الرز خلاص طفيت عليه، والفاصوليا خلاص هطفي عليها هي كمان. عندي بقى في التلاجة كانت بايتة من امبارح بواقي فراخ، نص فرخة هنا وربع كده، فراخ كانت مسلوقة بس، فعرفت اقطعها. طبعا عايزة اقول لكم لما تعملوا الفراخ المحمرة بالفيجيتار يفضل انها تكون بايتة في التلاجة مسلوقة صاحية، يعني تسلقيها سليمة وسيبيها في التلاجة. ده كنور فيجيتار كرانشي حلو جدا جدا. خلاص كده انا معايا بقى بيضتين، هكسرهم واربهم كويس جدا، وهحط معاهم ملح وفلفل، تضربيهم كويس جدا جدا لحد ما يبقوا كده مفيش فيهم اي تكتلات من بياض البيض. تمام. انا فضيت بقى الكيس الفيجيتار اهو في طبق، ومعايا دقيق وبس. يعني هاخد الفراخ اللي انا قطعتها قطع. عايزه اقول لكم الفراخ لما بتكون بايته في التلاجة او ليها كذا ساعه في التلاجة بعد السلق، بتقطعيها بتكون افضل كتير من الوصفات التانية كمان اللي احنا بنعملها. احيانا بتعمل الفرخة وهي بتكون مش مسلوقة نية، بنكون متبلينها بس وسايبينها في التتبيلة وبنعملها. صدقوني الوصفة دي اضمن بكتير، يعني يكفي ان الفرخة انت ضامنة ان هي استوت للنهاية. لما تحمريها مش هتلاقيها فيها حاجات نية ولا فيها دم من جوه ولا اي حاجة، كده انت ضامنة السوا بتاعها، يعني مضمون 100%. تمام. بنزل بيها زي ما انتم شايفين في الدقيق الاول، وبعدين البيض، بعدين الفيجيتار، بعمل الكمية كلها وبروح على التحمير على طول. ممكن بعد ما تعملي الخطوة دي لو سبتيهم في التلاجة فترة كمان يكون احسن واحسن يعني. الفيجيتار بيمسك فيها، لما تسيبيها شوية الفيجيتار هيمسك فيها ومش هيقع منك في التحمير في الزيت. الدقيق والبيض وبعدين الفيجيتار، يعني ورا بعض كده كأنك بتعملي بانيه بالظبط. خلاص كده انا خلصت الكمية كلها، هروح احمرها بقى على طول. انا هنا بحمر في حلة صغيرة، والزيت يكون هو زي ما انتم شايفين يعني يدوب مغطي القطعة، يعني على اساس ما تستهلكوش زيت كتير، لان الزيت بنحمر فيه ممكن مرة او اتنين وخلاص على كده. فهنا انا بحمر في كمية قليلة مش كبيرة، والحلة بتكون صغيرة وانا مقطعاها قطع صغيرة اهي زي ما انتم شايفين. طعمها كان جميل جدا جدا. شايفين اللون؟ عايزه اقول لكم الفيجيتار ده جميل جدا جدا، بيستحمل النار، مش من الحاجات اللي هي ايه بتخلي مثلا الفرخه تاخد لون بسرعه وتكون لسه محتاجه تاني. وطبيعي الفرخه عندنا هنا مسلوقه، فمش يعني مش محتاجين للنار كتير، عايزينها تاخد لون بس. انما اللي بتكونوا عاملينها وهي لسه الفرخه نيه لازم بقى بتهدي النار وتغطيها، ويعني قصه تاني. انما الطريقة دي الفرخة مسلوقة وانت ضامنة ان هي مستوية وحلوة جدا. وجبة سهلة وسريعة. انا بصراحة كنت داخلة اصور لكم الفاصوليا بس، بصيت لقيت ايه عايزة اصور ده وده، فروحت مصورة بقى الرز والفراخ. يا رب الفيديو يعجبكم، ونشوفكم على خير فيديو جديد. باي باي.